السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الأحلى متابعين مطبخ ميمو سمين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هعمل صينية لحمة بفتيك زي ما انتم شايفين كده اهوت، لحمة بفتيك رفيعة جدا. تمام. أنا كده اهوت هعملها بصينية بطاطس إن شاء الله. الطريقة دي هتعجبك جدا. دكتورة التغذية دايما بتوصي بالأكلات الني في الني. وكمان عايزة أقول لكم شكلها وطعمها وريحتها بتكات دبس الرمان هيخليها لنا جميلة جدا. معايا هنا اهوت نص كيلو من البصل مقطعاه طرنشات، كمان فلفل الوان احمر واصفر واخضر، طبعا بتدي شكل وكمان فوايد قوي. تدريج الالوان دي بتبقى حلوه قوي. طماطم برضو نفس الحكايه طرنشات. اما التوابل عندي فبحط كزبره وبابريكا وشطه وبهارات من اللحمه، وكمان مكعب من مرقه الدجاج وشويه من الملح. تمام. دي البهارات بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، حاجه كده روعه وبتدي تيست عالي جدا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه مبدئيا كده بعد ما خبطت طبعا البطاطس، عندك البطاطس متقطعه وسط، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. اول حاجه كده بنزل بالبصل زي ما انت شايفه، وبعدين طبعا شاط بقى جوانح زي ما انت عايزه. اول حاجه بنزل كده بالبصل، وبعد ما بنزل بالبصل احط عليه التوابل بتاعتي كلها. تمام. اللي احنا قلنا ايه؟ توابل معانا البابريكا والشطه والفلفل الاسود والبهارات اللحمه. تمام. كل دوت معانا، او معاكي 7 بهارات حطي زي ما انت عايزه. وبعدين بحط كده هوت انا دبس الرمان، يعني زي معلقه. لو ما عندكيش دبس الرمان ممكن تحطي تستبدليه كمان بعصرتين من الليمونه. انا بحط دبس الرمان كده بيديني تست عالي قوي صراحه، بحبه قوي كمان في صينيه البطاطس بالمنظر ده. بدعكهم كده مع بعض. تمام. وبعد كده بقى معايا هنا هوت مقطعه 4 فصوص من الثوم طرنشات، وانزل بالطماطم بتاعتي، وابدا بقى ادعك كل الكلام ده ببعض والفلفل وكله. وكمان ما تنسوش معايا نص عود من القرفه الخشب. طيب ميمو انت حطيتي قرفه خشب ليه؟ مش ممكن تحطي بودر؟ ممكن تحطي، لكن انا بستبدل البودر بالعود الخشب، علشان القرفة الخشب بتكون الريحة بتاعتها أهدى شوية من البودر. فبتبقى حلوة جدا جدا وبتدي تست حلو جامد برضو. طيب أنا كده اهوت خلاص، طبعا جبت طبق أوسع شوية علشان أعرف أقلب فيه الخلطة بتاعتي الجميلة، يعني ريحة العسل دي. طيب وزي ما قلت لكم أدي القرفة، نص كده عود من القرفة الخشب. طب ما عندكيش حطي عادي ربع كده طرف المعلقة الصغير من القرفة البودر. خلاص تمام كده اهوت. تمام. يلا ننزل بقى باللحمه بتاعتنا البفتيك الجميله دي، وهبدا كده اقلب في كل الكلام ده كله. وزي ما انتم شايفين تقطيعه اللحمه كلها واحد، استيك رفيع زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ايه؟ اقلب كده اهوت واخلي كده اللحمه تاخد من طعم الخلطه الجميله اللي احنا عملناها. عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله قوي، ممكن تطبقيها مش بس في بطاطس، ممكن كوسه، خضار مشكل زي ما انت عايزه. الناس اللي بتشتكي من التسبيكه والمعده والقولون والاكل اللي هو بيبقى تقيل في الصيف، الطريقه دي في الخضار بيبقى يجنن. اولا بيبقى حلو كده، مش تحس ان الاكل كده اللي هو مسلوق بقى وكده والكلام ده كده، لا. طيب هنا بقى عملتي ايه يا ميمو؟ بصوا انا حطيت من هنا اهوت شويه من صويا صوص، على نقطه من شويه صغيرين يعني من البهارات المشكله، وحطيت شويه من الملح وشويه من الكاتشب. تمام. كل الكلام ده كله، وكمان ربع كوبايه من الميه السخنه. خلاص زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهدوب كل الكلام ده. يبقى انا هنا حطيت صويا صوص، معلقه من دبس الرمان، بهارات مشكله، شويه شطه، عايزه تشيلي الشطه شيليها. تمام. وشويه من الملح والفلفل الاسود. وقلبت ده كده، وحطيت الاول جبت صينيه. الصينيه دي فيها ورق من الالومنيوم، وحطيت كمان ورقه زبده علشان تبقى صحيه معايا. ونزلت الاول حاجه بطرنشات البطاطس، بسوي كده الطرنشات ما تبقاش راكبه كده فوق بعضها، سويها كده اهوت. تمام. وخليكي برضو يعني ايه تقطيعه البطاطس خلي بالك تكون تقطيعه واحده، ما تكونش تخين ورفيع عشان ما تستويش حته وحته تبقى ناشفه. وانزل كده بالخلطه بتاعت اللحمه والخضار اللي فيها. وبعد كده تسوي كده برضو بايديكي كده، تفردي اللحمه بقى. تمام. افرديها كده بايديكي،
وظبطي كده الصينيه بتاعتك، خلي كده شكلها مستوي كده وحلو، والخضار بايديكي كده هو توزعيه كويس. بعد كده ما ظبطت الصينيه عندي تمام، شكل ريحه طعم، انزلي بقى بالتست العالي. زي ما انتم شايفين كده بوزعها كده على الصينيه كلها. هم دولت كده شويه الصوص كده اللي هيبخروا معايا الصينيه وتستوي معايا في منتهى الروعه والجمال. لا في شوربه ولا في ميه ولا في اي حاجه، كوبايه ميه مغليه على شويه بهارات مشكله، معلقه من دبس رمان صغيره، معلقه الشاي، وكمان صويا صوص. لو ما عندكيش خلاص شيليه ما فيش مشكله. خلاص صينيتي كده تمام تمام، بجيب ورقه زبده كرمشها بايدي علشان اعرف ادخلها في الصينيه كويس قوي بالشكل ده. تمام. وبعد كده الف بقى بالورق كده هوت كله. دخلت كده الورقه كده كلها، وزي ما بيقولوا كده اكمريها علشان البخار هو اللي هيسوي معايا كل الكلام من ده. وفي الصاجه في الفرن من تحت مش من فوق، من تحت. تمام. ولما تستوى معاكي خالص حابه تحطيها فوق الشوايه، مفيش مشكله. لو هي شايفاها مش مستحقيه خلاص، هنشوفه في الاخر هيطلع شكلها ايه، هل هحطها تحت الشوايه ولا هنستكفى على كده. كده انا حطيتها وعلى درجه 220 في الفرن من تحت. تمام، او 200 حسب درجه حراره الفرن بتاعتك يعني. لو عاليه قوي يعني خليها ايه، تكون اللي هو على درجه ايه ال 200 كده يعني. طيب دلوقتي بصوا بقى، انا طلعت بعد حوالي ساعه الا ربع الصينيه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده هوت حاجه وهم الوهم، بجد جميله جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله عليها وعلى جمالها. اللحمه مستويه ملبن، ما استحملتش الخله، دخلت فيها بسرعه. والبطاطس زبده، بصوا انا يعني مش مستحمله امسكها، هوريها لكم حتى بايدي، بصوا زي الزبده. كل حاجه عندي خضار واللحمه كله مستوي، ما عنديش حاجه يعني مش مستحقيه حاجه. عايزه اقول لكم انا ما حطاش تحت الشوايه، انا استكفيت بشكلها. بصوا بصوا المنظر بتاعها مشوي. كمان عملت بقى ايه، جوزة الطيب وهي كده. تمام. حطيت كده هوت بشرت عليها بشره جوزة الطيب. تمام. ورحت مكمرها تاني بالبخار وسبتها كده، وقلبت اللحمه على ظهرها علشان جوزة الطيب تاخد من الخلطة من تحت، وتاخد كده الخلطة كلها من ريحة جوزة الطيب. عايزة اقول لكم رائعة ما شاء الله. شوية رز بقى بالشعرية، وكل واحد عليه الطبق بتاعه فيه 2 قطعة ستيك لحمة، وشوية الخضار بالبطاطس، وكبشة رز بالشعرية. ما شاء الله ما شاء الله، أكل صحي وجميل. وإن شاء الله هتجربي الطريقة دي هتعجبك بإذن الله. أشوفك الفيديو الجاي على خير مع ميمو سمير. باي باي.